السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم وين ما راكم تتبعوا في الفيديو نتاعنا نتاع اليوم. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم حساء نتمنى كامل تجربوه، اللي يشوفوا الفيديو كامل يجربوه باسكو نتاع الصح بنين، سورتو كي رانا في وقت البرد والمرض الكراج مستعلى خاصة للأطفال راهو بنين بالبزاف، ياكلوه ما فيهاش، صدقوني يعني جربوه برك وادعوا لي ان شاء الله دعوة الخير. بون، كما قلت لكم هذا الحساء راهو حساء الدجاج، بنين بالبزاف وصحي ثاني وهذه هي وبنين. المهم نروح ان شاء الله مباشرة للمقادير نتاع هذا لاصوب تاعي ولا الحساء نتاعي، اللي هو شتوي يعني بامتياز. واش نحتاج حبه كورجيت، حبه بطاطا، ونص صدر تاع الدجاج، ونص حبه بصل كبيره، يعني لازم تكون البصل نتاعي كبيره. انا درت حبه حبه باسكو كنت هنايا غير انا وبنتي كانت مريضه شويه، سي بوغ سا درتو لها. من نتوما غالياتي اكيد تقدروا تضاعفوا الكميه، خاصه البطاطا تقدروا هنا ديروا 2 حبات، كيما تقدروا ديروا 3 4 نورمال، وحتى الكورجيت. والمهم زيدوا معاهم الدجاج باسكو هو اصلا مبني على الدجاج. عندي لهنا نص صدر كامل تاع الدجاج، وعندي هذه الشريحه اللي زدتها دركا، مانيش راح نديرها معاهم، راح نخليها ديكور، يعني لازم تستحفظوا بشويه تاع دجاج باش تزينوا به لا سوب دو بولي نتاعكم. واش راح درت؟ قطعت الكورجيت اللي هي الجريوات، ولا كاين اللي يقولوا لها القرعه، قطعتها دوائر، وقطعت البطاطا نتاعي ورحت درت في الكوكوط، يعني لازم الكوكوط كشغل كيكوطه كيما نقولوا حنا. درت فيها شويه زيت مغرفه، برك زيت وشويه نتاع زبده، ورميت فيها الخضار نتاعي اللي كنت مقطعتهم، اللي هما البطاطا والجريوات والبصل. حتى البصل كيما شفتوا نص حبه كبيره، بصح قطعتها ثاني قسمتها على 2. ورميت الدجاج ثاني قطعته كيما راكم تشوفوا قطع ورميته، ونبقى نقلي فيهم على النار، نخليهم على النار حوالي 5 دقائق ولا حتى أكثر، ممكن حتى 10 دقائق، حتى نشوف اللون تاع الخضار نتاعي تبدل. يعني الجريوات البطاطا نتاعي راح يغيروا اللون نتاعهم، ما تخافوش، هذا هو السر البنه نتاع هذا لاصوب. قد ما تحمري الخضار نتاعك قد ما يخرج لك لاصوب نتاعنا بنين. ثم هذه الخطوه ضروري غالياتي. انا راني نقطع في التصوير، ومع هذا خذت معايا وقت كيما راكم تشوفوا. رحت زدت لهم شويه ملح شويه زنجبيل فقط، ما زدت حتى مكون واحد اخر تاع توابل. كما قلت لكم راهو صحي بالبزاف، خاصه الزنجبيل يعني مليح في فصل الشتاء، مليح للسعلة للاطفال ومليح، وهنا راح يعطيه بنه روعه، صدقوني يعني جربوه برك، قد ما راني نشكر فيه ما راحش حتى نجربوه ان شاء الله. المهم شوفوا كيفاش لا كولور تاع الجريوات نتاعي كيفاش راهي ولات، ولا القرعه ديجا راهم بداو، مام البصل نتاعي راهو ترخف جو من وانا نحرك، وهي تتقلق شغل ولات لي ترونسبارونت شويه. هيا حتى نتقلاو معايا مليح، باش رحت زدت الماء الغالي اللي كنت دايرته ديجا يسخن كيما راكم تشوفوا، ومن بعد هكذا برك كيما راكم تشوفوا رحت نغلق عليه. سكرت يعني لا كوكوت، يطيب حوالي 10 دقائق حتى ربع ساعه، ما راحش ياخذ معنا وقت كبير باسكو الخضار نتاعي راهي مقطعه. هنايا بعد ما طاب لي لا سوب تاعي، شوفوا رحت نحي كش معظم في زدر يخي دي فوا يجو هذوك رحت نحيت العظم، وفرغت لهنا لاصوص في هذا البول، حطيتها اكوتي باش نرحي الخضر نتاعي ونشوف اذا نزيد ولا لا. رحت لهنا زدت له 2 قطع تاع جبن. تقدري ثاني تزيدي اكثر بيان سور، انايا درت 2 قطع برك باسكو كيما شفتوا الكميه نتاع لاصوب تاعي راهي صغيره. ونرحي الخضر نتاعي والدجاج ثاني مع بعضه، ونشوف اذا كنت نحتاج نزيد له لاصوص تاعي هذيك اللي نحيتها بيان سور راح نزيدها. انا صراحه ما نحبوش جاري بزاف، بورتون سوب يعني هو نورمالمون يتكل جاري، مي ما نحبوش جاري بزاف. ليسونسيال بعد ما رحيته حطيته اكوتي، ورحت للشرائح اللي خليتها اللي وريتها لكم قبيل باش نزين بها لا سوب نتاعي. غطستها كما راكم تشوفوا في الفارينه، ومن بعد في البيض، ومن بعد في شابلور. برك ما تنساوش ديروا لها شويه ملح، تقدروا تزيدوا لها شويه فلفل اسود وشويه ثوم مرحي، اذا كانت متوفر عندكم ثوم بودره مرحي تزيدوا فوق الدجاج قبل ما تبداو تغطسوا فيه في لافارين وفي انا ما درتش صراحه، درت غير الملح، مي مالفه نديرو تجي البنه نتاعهم روعه. المهم غطستهم مليح، ومن بعد لهنا عاودت غطست غماسه ثانيه في البيض، باسكو البيض يقعد لي خساره. جوغ الكميه كشغل انا درت حبه واحده تاع بيض، مي هكذاك وراح يفضل، وعلاه خساره، واش راح ندير به غير يطيش. سما عاودت غطستها مره ثانيه في البيض. نتوما تقدروا تغطسوه مره واحده على حساب الكميه اللي حبيتو. لهنا تقدروا قبل ما تقليوهم ثاني تقدروا تقطعوهم،
تقطعوهم قطع على حسب عدد أفراد الأسرة، زعما تقسميه على 6 على 4 هادو شرائح. نتيا واش كان كيما قلت لك، واش عندك عدد أفراد الأسرة، نقليوهم على الزيت يكون مسخن بالبزاف، ومن بعد نقصولو خلاص وخليهم يتقلاو براحتهم باسكو سكالوب اللي من داخل باش يطيب ليه. هذه هي بورتو راني مرقه شرائح يعني ما راحش تخافوا. ومن بعد دغيساج راهو اختياري، تزينوهم كيما تحبوا. كيما قلت لكم شوفوا انايا وليت زينتهم، قسمت هذاك الدجاج تاعي وحمصت هذاك الخبز اللي راكم تشوفوا فيه من هيه. دهنت الخبز تاعي عادي قطعته ودهنته من الفوق بشويه زبده وشويه ثوم وقليته في شويه تاع زبده، ما كثرتش بزاف. اذا تحبوا الوصفه راح نشارككم بها في وصفه واحده اخرى، يعني توجور نقدموا مع لي سوب. المهم هذا هو لا سوب دو بولي نتاعي تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم، تجربوها واكيد راح تحبوها. خليوا لي تعليقاتكم غالياتي وما تنسوش تجربوا هذا لا سوب، يعني ما راحش تندموا عليه. راهو صحي بزاف خاصه في الوقت اللي رانا فيه مع الهواء هذا اللي راهو طايح ولي فيروس هذه. نحبكم كامل، تهلاو في رواحكم وسلام.